السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وأحسن حال، يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة وهنا. صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا على عيونكم، أحلى إخوات في الدنيا كلها. متحرمش منكم أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة، دايما منوريني ومشرفيني، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. أسفة على صوتي بس شوية برد كده. اتمنى لايك وشير للفيديو واشتراك حلو كده منكم في القناه، ربنا يبارك لي في عمركم، احسن اخوات في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين كده صباحنا حلو كده، صباح جميل، صباح زي العسل من عند الطيور. انا كنست لهم بس هفرد لهم بقى شويه كده من الجير المطفي. الجير المطفي ده هم هينقوا فيه، وكمان لو في اي حاجه عندك تحت طيورك بينضفها، ميكروبات اي حاجه بيقتلها. وكمان اللي هم بينقوه ده بيفيدهم جدا، يعني مفيد جدا للطيور. حتى لو حطيتوا منه شويه على الاكل ولا كده ما فيش منه اي ضرر. يعني انت لو لقيت طيورك بينقوا فيه ما تقلقيش، لانه طبعا مفيد للطيور، وانا بقصد ان انا احط لهم كده عشان ينقوا منه، وكمان ينظف ينشف الارضيه تحت منهم، وكمان يقتل ميكروبات اي جراثيم اي حاجه موجوده عندك تحت الطيور بينظفها لك ويخلي الطيور بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. الفراخ طبعا بتنقي فيه الحبايه اللي هي الخشنه شويه كده، وده طبعا انا عايزاهم ينقوا فيه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب، ويزيدنا ويزيدكم من فضله. وهنشوف بقى الفراخ بتاعتنا هتبيض معانا ازاي، وايه المكون اللي هيخليها تبيض معانا ونلاقي دايما كده خير من تحتها. اهم حاجه اهتم بطيورك وغذيهم كويس، وهم ان شاء الله ربنا هيبارك لك فيهم. تعوزي تذبحي حاجه هتلاقي، تعوزي بيض هتلاقي، تعوزي الخير كله ان شاء الله هتلاقي. بس اهم حاجه اهتمي بيهم واعتني بيهم من نظافتهم ومن اكلهم، ربنا هيبارك لك ان شاء الله وهتلاقي الخير كله من تحتهم. هنحط لهم بقى كده بحط لهم انا كل يوم الصبح. هوريكم انا بحط لهم كل يوم الصبح. زي ما انتم شايفين كده هم طبعا بينقوا اهوت، وايه اللي هيفضل هينقوه. انا هحط لهم بحط ده كده عندي وش بوتاجاز قديم، فبحط عليه الاكل علشان خاطر طبعا ما يروحش منهم تحت رجليهم وينقوا من عليه. بحط لهم كده اول حاجه معايا رغيفين كده عيش ناشفين، وتفرفطيهم كده بايديكي. طبعا لو انت مش طحناه ولا حاجه بايديكي كده، وبتقطعيه وبتحطيه لهم بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه تحط لهم العيش ناشف، ما تحطيش مبلول ولا طري، بتفرديه بس كده وهو بينشف على طول. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب. وهنحط لهم بقى طبعا زي ما قلت لك هتهتمي بفراخك وهتوكليهم، ربنا هيرزقك منهم، وهتلاقي كده من تحتهم بيض، هتلاقي حاجه تذبحيها، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب. بسم الله ما شاء الله. شايفين هم طبعا بطبيعه الطيور الفراخ بالذات بتحب الحاجه الناشفه، وكمان لو عندك بطه ورقده ولا اي حاجه ما تحطلهاش اكل مبلول علشان خاطر ما مش كل شويه تطلع من على البيض بتاعها تعمل حمام. تحط لها طبعا رغيف العيش الناشف كده، وجنبها حاجه فيها شويه ميه، والرغيف العيش الناشف كده تكسره لها، هتبقى معاكي بسم الله ما شاء الله. هحط كمان، هحط حفنه كده من الذره. شايفين يا جماعه حفنه كده من الذره الاصفر ده، ما تكتريش، حفنه صغيره كده من الذره الاصفر علشان خاطر الفراخ بتاعتك ما تلاقيش دهون، بس في نفس الوقت هو مفيد جدا للفراخ وكمان للبط بسم الله ما شاء الله. زي احنا ما شفنا كده حطينا فوق حطينا ذره وحطينا عيش ناشف. حطينا الذره، طبعا انت ما تكتروش ذره علشان ما يخليش الفراخ بتاعتك تلاقي دهون وتقطع البيض عندك. زي طبعا ما هو كترته مش كويسه، بس طبعا لما تحط منه حاجه بسيطه بيدي فايده كبيره جدا للطيور بتاعتك. حطينا في حوالي ربع كيلو من الذره، وكمان معايا حوالي ربع كيلو من العلف البياض. انا بجيب للفراخ بتاعتي ديت 2 كيلو ونص علف بياض بيكفوهم 8 ايام، يعني الاسبوع كله بحط لهم 2 كيلو ونص علف بياض في الاسبوع ب 40 جنيه. يعني ما تستخسريش فيهم، 40 جنيه هيملوا عليك البيت خير ان شاء الله. زي ما قلت لك كده ما تستخسريش في الفراخ بتاعتك، زي ما انت عايزاهم يديكي اديهم اكل وهم هيدوكوا هم كمان. بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجه كده زي الفل. زي ما قلت لك ما تستخسريش فيهم حاجه عشان هم كمان ما يستخسروش فيك حاجه، وتلاقي من وراهم انتاج حلو، ان كنت هتذبحي ان كنت هتاخدوا بيض. زي ما هتديهم زي ما هيدوكي، وهتلاقي ما شاء الله الخير عندك بامر الله. بسم الله ما شاء الله. ودايما تخلي المكان نظيف بتاعهم، ودايما تخليه متهوي كده. طبعا انا بالنهار بفتح لهم شويه كده وعلشان الشمس تدخل علشان الهواء يدخل، وبالليل طبعا بسد المكان ده علشان خاطر الساعه وكده ما بخليش مفتوح.
اهم حاجه يعني مش عشان ان هم كبار ما ندفيهمش، لما تدفيهم ان شاء الله طبعا مش هيقطعوا عندك بيض. لما تلاقي فرخه زي دي كده نحله كده الريش بتاعها ما تقلقيش منها، هتملى الريش وهترجع تبيض. انا بصراحه الفراخ بتاعتي كانت كلها مغيره، مغيره يعني ايه، يعني كانت كلها نكته ريش زي ما انت شايفه ديت، يعني فيها ديت فيها ريش كمان، يعني كانت ما فيهاش ريش خالص. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ابتدت ان هي تقفل ريشه اهيت، وربنا يبارك لي ويبارك لكم يا رب. طبعا انا عدد الفراخ اللي عندي مش كتير، بس الحمد لله ربنا مرضيني منهم وزي الفل ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. بس اهم حاجه زي ما قلت لك اديهم وراضيهم، وان شاء الله ربنا هيرضيكي وهتلاقي الخير تحتهم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما تستخسريش، يعني مش هتقولي العلف البياض غالي، لا ده هو ربع كيلو في اليوم. الصبح كده كل يوم ربع كيلو على ربع كيلو ذرة. والذرة كمان مش شرط كل يوم، يعني لو يوم ويوم لا ما فيش أي مشاكل. لكن هتحط لهم الرغيفين العيش وشوية العلف البياض، والذرة عندك بيحط لهم يعني يوم ويوم. ما عندكيش كم مرة كده في الأسبوع، يعني ما فيش أي حاجة. وأكلهم هتحسبيه جنب البيض، سعر البيضة دلوقتي ب5 جنيه، فهتلاقي الأكل بتاعهم مش مكلف بالنسبة لشراء البيض من بره. وكمان البيض الفلاحي ما فيش زيه، واحنا بنلف عليه في البيوت ما بنلاقيش، لكن لما توكلي حاجتك هتلاقي عندك الخير كله ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الفرخه كمان راحت هناك هي التبيض اللي هي ريشها ناحل، وهوريها لكم دلوقتي. يعني هي كانت بتغير، وبسبب الاكل الحلو ده ما شاء الله ربنا يبارك بقى تبيض بيض. احط لهم ايه كمان كده، خلاص ابتدوا يخلصوا. انا بستنى لما بيخلصوا الاكل الناشف ده خالص ما بيخلوش فيه اي حاجه، وبعد كده بحط لهم الاكل اللي فاضل عندي. وكده بعد ما خلصوا الاكل الناشف اللي انا قلت لكم عليه عندي ده ايه، ده بواقي المطبخ يا جماعه. بواقي المطبخ اهوت، بصل، قشر بطاطس مخرطاه. شايفين الفرخه دي اللي كانت راقده دلوقتي لما لقت الاكل قامت تجري، هي اللي كانت النحله اللي بقول لكم عليه. ده بواقي الاكل اهوت اللي عندي، عيش متقطع كده فاضل من الاكل، جرجير، بصل، قشر موز، برتقانه كده يعني ما اتاكلتش كلها، اي حاجه موجوده عندك، قشر بطاطس بقطعه، كل حاجه موجوده عندك، ما بنرميش اي حاجه من البواقي الاكل كده بتاعه البيت. هتوكلوا الطيور بتاعتك وهتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. شايفين بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه ما تحطلهمش الحاجه سليمه علشان بيهروها تحت منهم. قطعيها كده بالسكينه وانت واقفه على الرخامه ويحطها لهم، هياكلوها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. هنشوف كده الفراخ بتاعتنا، احنا لسه طبعا الصبح طالعين نحط لهم الاكل اهوت، وهنشوف طبعا شفتوا الفرخه كانت راده وقامت معانا، هنشوف تحت منهم بيض قد ايه، وهنشوف ربنا هيبارك لنا. طبعا احنا لسه الصبح وربنا يبارك لنا ويبارك لكم يا رب. ومعايا هنا كمان حفنين كده من الرده على السرس، هقلبهم لهم كده بشويه ميه، ما ينفعش ان انا احطهم زي ما هم هنا كده. وده طبعا اللي انا بعمله لهم الصبح واخر النهار، بطلع احط لهم شويه رده زي دولت. ولو عندي بواقي اكل مطبخ ماشي، ما عنديش بحطهم شويه رده على شويه سرس زي دولت. وكده فضل وعدل من عند ربنا، كده اكل طيور طول اليوم. انا ده اللي انا بحطه لهم، والخير ان شاء الله بيجينا من وراهم. هبلهم لهم شويه ميه كده، وهنشوف مع بعض هنلاقي بيض ايه. واحنا لسه كده ان شاء الله في الصبح كده، صبح جميل مبارك عليكم يا رب. وكده اهوت زي ما انتم شايفين بعد ما بلت لهم الرده والسرس كده ميه، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بينقوا فيه كده. وطبعا بتزود عليه الميه شويه علشان خاطر بينكتوه تحت منهم، لما بتكون ميته زياده شويه ما بينكتوش الاكل بتاعهم ده. وده طبعا هيفضل فيه كده قدامهم لحد ما ينقوه، لان ده طبعا انا مش هطلع لهم الا اخر النهار، فده كده تمام 100 100. ده اللي ربنا هيرزقنا من تحتهم ان شاء الله، وبالخير كله بامر الله. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم اللهم امين. يلا بينا كده ندخل ونشوف هنلاقي خير ايه، وربنا يدينا من خيركم من خيره ويديكم من خيره اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. شايفين الفرخه اللي هي النحله دي اللي كانت راقده من شويه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا 5 بيضات، واحنا طبعا الساعة 9 الصبح، يعني لسه معايا بقية النهار ان شاء الله. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. شايفين حجم البيضة عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، حاجة زي الفل. ربنا يزيدنا ويزيدكم اللهم امين يا رب العالمين. انا طبعا مش هسيبهم، هاخدهم علشان خاطر الفراخ ما تكسرهمش، واللي بلاقيه اول باول بشيله علشان الفراخ ما بتنزل وبتطلع وكده فبتكسره. هجيب طبق طبعا وهاخد البيض ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.